ما ارتكبت مجازر وإبادة وحقارة في التعامل مع الإنسان مثل ما عم ترتكبه إسرائيل. المشروع عندهم إبادة التاريخ، إبادة الجغرافيا، إبادة الإنسان، الشجر والحجر والحضارة، التزوير. جمعنا في اللجنة الملكية لشؤون القدس وطلعناه في كتاب كل ما يقوله الأجانب بما فيهم اليهود وعلماء آثار يهود في إسرائيل وفي الحركة الصهيونية بالذات. إحنا مش ضد اليهودي كيهودي أبداً، إحنا ضد الحركة الاستعمارية الصهيونية المدعومة من الغرب. مجازر ترتكب أمام العالم، يستعمل الفيتو ضد أي قرار لإيقاف القتال في إسرائيل، إيقاف الحرب، إيقاف الإبادة. الفيتو الأمريكي في مجلس الأمن منع التصويت على عضوية فلسطين كعضو كامل العضوية في فلسطين. إسرائيل مشروع غربي استعماري. خلق هذا المشروع في العالم العربي كي نبقى تدمير سوريا. مصر والحمد لله بناء على التقرير اللي طلع عند سنة 2012 للبيت الأبيض من البنتاغون إنه بناء على الخطة دمرنا الجيش العراقي لم يهدد بقاء إسرائيل، والسوري أفنينا منه تقريبا أضعفنا 30%، والعمل جاري على تكملة ما تبقى من الجيش السوري من قوة. أما مصر سنشغلها بحرب مذهبية، ونشغل مصر مع الإسلاميين في سيناء. هذول مش إسلاميين في سيناء، هذول دواعش بتمولهم إسرائيل، بتدعمهم إسرائيل. فشلت بفضل القيادة المصرية ووعيها، وبفضل وعي الشعب المصري الأصيل. فشلت الحرب المذهبية اللي حاولوا يثيروها بين قبطي وسني في مصر، وهذه تسجل لمصر شعبا وقيادة. أما السعودية قرروا إشغالها في اليمن بحرب مذهبية، وكلياتنا بنعرف شو صار في اليمن. بعدين وعيت القيادة السعودية بأنه هذه الحرب ليست حربنا وليست من مصلحتنا، فتوقفت الحرب. إذن المشروع الإسرائيلي بيعتمد عليكم يا شباب، أنتوا الشباب، أنتوا بناة المستقبل. بيعتمد على وحدتنا كأمة عربية وأمة إسلامية، وما بيصنع هذه الوحدة إلا الشباب.